البوليس في المغرب خطر. كان سينيغالي اغتصب مغربيه زوجة موظف، وكيفاش غيطيحوه البوليس في الشبكه، لانه انذاك الاغلبيه السينيغاليين في المغرب كانوا بدون هويه، ما عندهمش بصمات، كلهم كيتشابهوا، يعني صعيب انك تعرف شكون اغتصب المراه. وهذا السينيغالي كان قانع عليها، غير راجلها مشى للخدمه واحد الصباح، ولادها مشاو للمدرسه، جا وطلع عندها الشقه في العماره ودق عليها، هي حلت لك كتصحاب شي وحده من الجيران، قال لها سيلفو بلي مونجي مونجي، هي قالت له واخا تسنى نمشي نصوب لك بوكاديو، وهي غادا الكوزينه تبعها هوايه في وسط الصالون هاد السينيغالي، ودور لها سكوتش على فمها واغتصبها وهرب. عيطت هي للبوليس وجا راجلها وهذا، البوليس قالوا لراجلها وقالوا ليها ما تقولوا والو لا في العماره ولا لولادكم، خليو الامر سري وحنا غنتصرف. اش داروا البوليس؟ البوليس سرحوا هاد السينيغالي، سرحوه واحد 10 ايام باش يبينوا لي راه بحال حتى حاجه ما كاينه، وصيفطوا واحد الشرطي سري كيبان مدربل لابس الجلابه ديال وزان، وهذا مشى عند السينيغاليين كيبان بحال شي حشيشي، وهذا قال لي مودي راه واحد السينيغالي صاحبكم راه طويل وكيلبس واحد الكويره، حيت المراه وصفات لهم السينيغالي، قال له ودي راه غير كان وصاني على شي ايفونات نبيعهم ليه وكذا، ودابا انا ما باغيش نخوي بيه وكنعرفو وكذا. قال له ودي راه هذاك السيد اللي كتسول عليه انت راه غبر، دابا راه واحد المده هو غابر، ولكن راه عنده واحد صاحبه، مشي عند صاحبه هو يقدر يرشدك يقول لك فين هو. مشى عند صاحبه، صاحبه قال له ودي راه هذه راه مده هو طافي التليفون وغابر، قال لي ولكن نقدر نشري من عندك هذه السلعه، قال لي لا وانا راك عارف درت معاه وهذا ماشي مشكل، قال لي ها النمره ديالي وقت ما جا خليه يعيط لي. المهم دازت واحد 10 ايام اخرى تقريبا، وهذا واتى غادي يعيطوا لهاد البوليس، وما كيصحابو غير انسان عادي، قال لي راه صافي راه فلان جا وهذا، هما داروا لي خطه خطيره، سرحوه بينوا لي بحال حتى حاجه ما كاينه، وراه المراه ما دعاتك ما والو، راه كلشي هو هذاك غير. بالفعل غير مشى عنده هذا الشرطي السري المدربل بالجلابه ديال الوزان، قال لي هكذا بدا كيهضر معاه، قال لي راه التليفون كيوريه، قال لي انا نسيتك شكون انت، شحال هادي ما شفتك واقيلا ما عقلتش عليك هذه، قال لي لا راه كنا تلاقينا في السوق فلان فلان، يلاه كيهضروا غادي يجيو الحناش في الصطافيت وغادي يهزوا هاد السينيغال. هو عاش في الحناش وعرف قضيه حامضه، وي وي قال لي طلع عرفتي اش داروا لي، راه ما حطوه ملي يقول لكم عبدوني ولا دوكا فلان ما حطوه، يعني راه ما حطوه مزيان. ولكن الخطه اللي كيديروها البوليس ديال المغرب والمخابرات كيخليوك تغمس كيف ما بغيتي، وكيفهموك باللي راه الامور صافيه لبن والدار دارك وانت هو الباترون، كيخليوك حتى كتزعم وكينزلوا عليك. وهاد الخطه تقدر ديرها انت اخويا الا بغيتي تعرف اللي كيكرهك واللي كيحسدك واللي كيبغيك واللي كيبغي لك الخير واللي ما كيحملكش واللي دير راسك درويش واحد العام عامين، غتكشف يعني الاخضر واليابس. ولهذه خطه مغربيه، هذه خطه مغربيه ديال الشرطه السريه المغربيه، عليكم بها، تحيه للجميع.